السلام عليكم. معكم اللونجلي دائما في إطار functions الوظائف اللغوية. اليوم إن شاء الله اخترنا لكم how to ask for and give advice، بمعنى كيف يمكنك إعطاء النصيحة أو طلب النصيحة. Let's get started. طلب النصيحة من شخص ما. How to ask for an advice. What should I do? ماذا يجب علي أن أفعل؟ What do you advise me to do? بماذا تنصحني؟ If you were me, what would you do? إن كنت في مكاني ماذا كنت لتفعل؟ يعني إذا كنت بلاصتي أشنو غادي دير؟ Now let's move to how to give a piece of advice. بمعنى سوف نرى كيفية إعطاء النصيحة أو كيفية نصح شخص ما. إذا طلب منك النصيحة كيف تنصحه؟ If I were you, I would do something. إن كنت في مكانك سأقوم ب أو لقمت ب. You should do something. For example, you should see a doctor. يجب عليك أن ترى أو تزور الطبيب. I advise you to do something. بمعنى أنصحك ب. I advise you to see a doctor. اليوم اخترنا لكم مفردة جديدة وهي advise. هذا فعل to advise with S-E. أما الاسم advice with C-E. advisable من المنصوح به أن تفعل. I advise you. I give you an advice. It's advisable. It's unadvisable بمعنى غير منصوح به. وهناك أيضا advisor وهو المستشار. مقولة اليوم التي اخترنا لكم هي مقولة دنماركية. It's a Danish quote. Danish بمعنى دنماركي أو دنماركية. So the Danish quote says, advice after mischief is like medicine after death. بمعنى أن النصيحة لا تفيد بعد فوات الأوان كالدواء بعد الموت، والدواء لا يفيد للميت شيئا. إذا هذا فيما يخص الدرس الثالث من الفانكشنز. Let's see you إن شاء الله next time. Goodbye.